والتصالح والتسامح مع الإرهاب الخزي والعار لأعلى مؤسسة الدولة، لأعلى مؤسسة الدولة التي صرحت اليوم ضمنيا وهي متسامحة مع الإرهاب، الإرهاب اللي جاء من منوبة ومر على براهيم والبراهمي وصل بن شعابي، نقول له لا تمر، الإرهاب لن يمر. نحن هنا من هذه الوقفة ندعو جميع منادي القيروان، مكونات المجتمع المدني والقيروان، الالتحاق بالوقفات الاحتجاجية التي قد تلازم ضد الحملة الإرهابية التي تشن في كل مرة على هذا الوطن. نحن نقول بأعلى صوت الإرهاب لن يمر مرة أخرى. وشكرا. الجهاد في فلسطين يا تجار الدين، الجهاد في فلسطين يا تجار الدين. قلناها يجب محاربة هذا الإرهاب الذي تلالى في تونس لمدة 3 سنوات. 3 سنوات أجهزة الدولة والدولة كاملة كانت تدعم الإرهاب. 3 سنوات حكومة علي العريس وحكومة الباس عيسن حمادي شبالي، ذلك الذين دعوا الإرهاب واعتبروا أن الإرهابيين في شمال الشعابي كانوا يتلقون تدريبات رياضية. نتذكر تلك الفضيحة في جامع الفتح في تونس، حيث تم تهريب أبو عياض بأمر من ذلك التعيس الآخر علي العريس. طلبنا 3 سنوات أنه يتم تفعيل قانون الإرهاب، ولكن الدولة لم تتحمل مسؤوليتها، بل ساهمت في اغتيال النشطاء السياسيين على راسهم شكري بالعين، لطفي نجم، ومحمد البراهمي. هذه الدولة التي سكتت على الجمعيات التي مولت الإرهاب، تلك الجماعات السلفية التي حشرت أبنائنا في سوريا وسكت بهم في محرقة، واليوم يعودون توابيت نفس هذه المجموعات ونفس ذلك الشيخ الدعيس راشد الغنوشي الذي قال في يوم من الأيام هؤلاء شبابنا يبدلهم بثقافة. أنا شفناها الثقافة 18 أبريل 2013 8 من جنودنا ومن جيشنا الوطني يتم ذبحهم في الشعابي. بعد مرور سنة بالضبط 18 أبريل 2014 يتم اغتيال 14 جندي من جنودنا. يجب على الشعب التونسي أن يعي مشكل أساسي، أنه إذا لم يكافح الإرهاب هذا اليوم سيحدث الإرهاب في داره، سيدخل عليه الإرهاب في حوضه في داره، يدخلوا له مرته، يفكوا له بيته. وقتها لن ينفع أي حديث. على الناس أن تفيق من غفوتها وتتحد مع بعضها كأحزاب مدنية، والتي تؤمن فقط بالديمقراطية وتؤمن بأن تونس دولة مدنية. وعلى المجتمع المدني أيضا أنه يعي خطورة هذه الجماعات، ويعي ما صار في الجزائر وما صار في السودان وما صار في الصومال وما صار في العراق. وأين محل الإخوان وأين محل السلفيين؟ فذلك إرهاب وتطهير. ندعوكم إلى تكبير، نستطيعكم داخل الشوارع وإحاطة بالشباب والاعتناء خاصة بأحياء وبشباب الأحياء الفقيرة الذين هم في الحقيقة قد زان التيار السلفي. عليكم أن تنقذوهم من براثين السلفيين، عليكم أن تذهبوا إليهم، عليكم أن تتجهوا إليهم وتقتلوهم بدين حقيقي. الجهاد في فلسطين يا تجار الدين، الجهاد في فلسطين يا تجار
فلسطين يا تجار الدين. بديل حقيقي يستوعب الشباب، كونوا راس فقر الشباب التونسي قبل أن تسبقكم إليها تيارات دينية. كونوا راس فقر الشباب التونسي وافهموا ماذا يريد، وافهموا مشاكله وماذا يريد.